اذا الجمع العام العادي الانتخابي ديال الجامعه اللي كان اليوم هو مناسبه للتحدث على الحصيله الرياضيه ديال هذا العام كامل، ولكن هو ايضا مناسبه باش تحدثنا على 20 سنه، حيت الجامعه تاسست هذه بعد 20 سنه وعندها انجازات رياضيه ولكن انجازات اجتماعيه ومجتمعيه مهمه بزاف، وهذه من الخصوصيات ديال هذه الجامعه هذه. وكان جمع ايضا عام انتخابي لان الولايه الاولى ديالي حسب القانون الجديد ديال وزاره الشباب والرياضه كتنتهي هذه السنه هذه، فانا قررت انني ما غاديش نعاود نترشح للولايه اخرى. العدد ديال الاسباب لان هذه الجامعه هذه المفروض ان 20 سنه ان تسهل الامور وان الميزانيه ديالها تزاد وان يكونوا مستشيرين والناس اللي كيخدموا هذا باش انا نتعاون. كان يعني نقدر نقول لك بان الظروف باقا صعيبه، ظروف العمل باقا صعيبه بزاف، وانا انا 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 ما بقيتش قادره نسير الجامعه بهذه الصعوبات هذه في الوقت اللي جامعات عندهم ميزانيه خياليه ومدعمين من الوزاره وحنا باقي عندنا ميزانيه هزيله، مع اننا كنظموا ازيد من 100 تظاهره في العام وكنفرحوا المناطق ديال المغرب كلها. فاللي وقع هو انني انا ما ترشحتش الولايه الثانيه، وما جانا حتى شي ترشيح للكتابه ديال الجامعه بالنسبه لرئاسه الجامعه. وراكم شفتوا اليوم شنو وقع، الجمعيات كلها يعني عاودوا طلبوا باش انني نبقاو هذا، ولكن هذا ما كانش كافي نهائيا. اللي جعلني انني نبقى هو الوعد اللي عطاوني الاعضاء ديال وزاره الشباب والرياضه، اللي وعدوني ان هذه الجامعه غادي تدعم ماديا ومعنويا، لان ماشي كلشي مزيان في هذه الجامعه. راه كاينه واحد العشوائيه في التيران، كاينه واحد العشوائيه في الانديه وهذا الشيء ما غاديش يتفك غير بالجامعه بوحدها او لا بالوزاره بوحدها. كاين خص كلشي يتجند باش نحاربوا واحد العشوائيه وواحد المخاطر على صحه المواطنين.